السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود أحمد، سلسلة الدروس الخاصة بلغة برمجة بايثون 3. الدرس ده بنتكلم عن جي اي. الجزء ده بنتكلم عن جي اي باستخدام مكتبة باي كيو تي. الدروس اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات كتير، دلوقتي بنتعامل مع الكيو تي ديزاينر. وآخر درس تقريبا كنا بنتكلم عن لاي اوتس. تعالوا نتكلم النهارده ويدجت. نتكلم النهارده على حاجة ممتعة جدا في الباي كيو تي، وحاجة من أهم المميزات بتاع مكتبة الباي كيو تي، هو إن أنت تعمل ستايلنج للبرنامج بتاعك. طبعا كلنا لو شفنا برامج زي الادفانس سيستم كير او برامج اللي يبقى الواجهه بتاعتها الديزاين بتاعها جميل جدا. هنتكلم النهارده على الستايلنج ونشوف ازاي في مجموعه الدروس اللي جايه ازاي نعمل ستايلنج للبرنامج بتاعنا ونغير الشكل نخلي الشكل بتاعه الى حد ما كويس. تعال نشوف ازاي بنعمل ستايلنج. لو انت عملت ويدجت عاديه كده، كليك يمين عليها هتلاقي تشينج ستايل شيت، شايفها؟ تضغط عليها. ستايل شيت هنا اللي هو السي اس اس اللي انت بتكتب الكنترول بتاعك اللي انت عاوز تحط، بعد كده تتحكم انت عاوز اللون ايه، عاوز الخلفيه ايه، عاوز الليزر على ايه، وحاجات زي كده. لو انت جبت اي كنترول تاني، يعني مثلا ده البوش بutton، لو وقفت عليه عملت اديت ستايل شيت، تشينج ستايل شيت، الستايل شيت ده غير الستايل شيت بتاع الكيو ويدجت، يعني غير بتاع الفورمه الرئيسيه. يعني انت لو وقفت هنا كليك يمين تشينج ستايل شيت، يبقى انت راح تغير الستايل شيت بتاع الفورمه الرئيسيه. لكن لو وقفت على الباطن وعملت تشينج ستايل شيت، يبقى انت راح تغير الستايل شيت بتاع الباطن. طبعا هي بتفتح لك ويندو فاضي هنا، المفروض انت تكتب هنا الكود اللي هو السي اس اس. البرنامج ممكن يعمل لك كود وممكن انت تكتب الكود براحتك. طيب تعال نشوف في الدرس ده ازاي البرنامج بيعمل الكود، والدروس الجايه هشرح السي اس اس الى حد ما توضيحي شويه ازاي بنستخدمه في الباي كيو تي، وبعد كده هعمل لك اكتر من مثال عشان الدنيا توضح معايا. واغلب الكنترولز اللي انا هشرحها في الفيديوهات الجايه من على الشمال من هنا هعمل لك اوريك لها كام ستايل انا عاملهم قبل كده بالسي اس اس، عشان لو حاجه عجبتك منهم تستخدمها بدل ما تقعد تعمل بحث، واعلمك ازاي تعمل بحث في جوجل على الستايلز دي وتضيفها عندك في البرنامج. لو انت لاحظت اد جراديانت، اد كولر، اد فونت، لو انت وقفت على دي كده هتلاقي كولر، باك جراوند كولر، وشويه حاجات. طب خليني اقول لك على حاجه، انا واقف هنا على ايه؟ على البوش بوتون. ازاي انا بغير الستايل شيت بتاع الفورمه اللي عندي؟ ده بوش بوتون. هتعمل هنا كيو، او البوتون ده اسمه كيو بوش بوتون، كيو بوش بوتون، بعد كده قوسين من دول. هتيجي هنا في النص تحط الخصائص بتاع كيو بوش بوتون بتاعك. لو انت مثلا عامل لاين اديت هتكتب لاين اديت، وخد بالك ان انت بتكتبها زي ما انت بتكتبها في الباي كيو تي بالظبط، يعني كيو كابيتال، البي كابيتال، والبي دي كابيتال. تمام. اقف هنا في النص وتعالى اعمل اد جراديانت، هات الكولر بتاع البطن بتاعك انت عاوز تعمله ايه. هتلاقي عندك هنا بعض الجراديانتس، ولو انت عاوز تضيف حاجه فيهم بتضيفها. تمام. طيب تعالى اد كولر اختار اي لون انت عاوزه للبطن بتاعك، وليكن اللون ده، واضغط اوكي. تلاقي هنا ضاف كولر نقطتين ار جي بي، وضاف الكونتنت ده. طبعا انا هشرح في الفيديو الجاي سي اس اس المكونات بتاع كل ده بالظبط. طب تعالى كده اد مثلا بوردر كولر، خلينا مثلا اخضر فاتح مثلا. طبعا هو هيبقى شكله مش ظريف خالص، بس خلينا نجرب يعني. مثلا بوردر ليفت كولر، خلي مثلا اللون ده. لو انت ضغطت ابلاي هتلاقي البوتون بتاعك شايف الى حد ما شكله اتغير شويه، شايف اللون اتغير شويه. طب تعالى نقف عليه ونعمل تشينج ستايل شيت، ونضيف اد كولر باك جراوند كولر، وتختار اي لون انت عاوزه. اضغط كده ابلاي. طب ما نشوف. ايوه مشكله، ما ينفعش ده يكون بره القوس، فانت توقف القوس هنا كده، وبعد كده تضيف اد كولر باك جراوند كولر، وتختار اللون اللي انت عاوزه ده. اوكي، هتلاقيه اتضاف هنا. وضغطت ابلاي هتلاقيه اتغير، شايف؟ كنترول ار، ده البطن بتاعك، اللون الخارجي واللون اللي جوه. طيب تعالى اقف على الفورمه كده وضغط تشينج ستايل شيت. طب فين الكود اللي احنا كنا كاتبينه قبل كده؟ قلت لك قبل كده ان الكود اللي احنا كاتبينه قبل كده خاص بالبطن، فمش هيظهر هنا. طيب تعالى نضيف اد كولر، وتجيب مثلا باك جراوند كولر، وتضيف اي لون انت عاوزه، حاجه زي كده بس، وتضغط اوكي. اعمل كده ابلاي، تغير اهو باصفر. طب مش ملاحظ حاجه؟ انا ما كتبتش هنا كيو ويدجت، انا كتبت على طول اللي انا عاوزه. يعني مثلا بوردر كولر اخضر،
كل اللي انا عاوزه بكتبه، مفيش حاجه هنا بيحصل لها حاجه، يعني ما اضطريتش ان انا اكتب. يعني لو انت لاحظت انا كتبت هنا الكنترولز بتاعتي عادي، لكن انا في كيو بوش بوتون اضطريت ان انا اكتبها كيو بوش بوتون الاول. طبعا تستخدمها كده عادي، لكن لو حصل معاك مشاكل اكتب اسم الكنترول احسن. طب ليه انا بكتب اسم الكنترول؟ ساعات انت ممكن تاجي تعمل فايل واحد للبرنامج يكون فيه كل الستايل شيت بتاع البرنامج كله، يعني اعمل فايل واحد سي اس اس اضيف فيه بقى لو انا عندي مثلا كيو اوبجكت خلي الستايل بتاعه كذا، لو انا عندي كيو بوش بوتون اعمل لي الستايل بتاعه كذا، لو انا عندي لاين اديت اعمل لي الستايل بتاعه كذا، وبعد كده بخلي البرنامج يقرا من الفايل ده هيقوم مغير كل الكنترولز اللي جواه زي ما احنا هنشوف في الدروس الجايه ان شاء الله. تمام. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ كليك يمين تشينج ستايل شيت وضيف هنا اللي انا عاوزه. تمام. تضيف فونت وتضيف جراديانت، تضيف اللي انت عاوزه. لاحظ ان انت لما تيجي تضيف اي حاجه مثلا جراديانت تقدر ان انت تعمل له تقف مثلا على ده تعمل اديت، تبدا تغير فيه اللي انت عاوزه. انت عاوز والله شكله عامل ازاي كده او كده. تمام. انت بتحدد اللي انت عاوزه وبعدين تضغط اوكي، والمفروض بقى يبدا يطبق عندك على الفورمه بتاعتك. ولاحظ ان انت فكره هنا في مشكله هنا في الكود ده، تبقى اغلب المشاكل اللي موجوده هنا بسبب السيمي كولون، بس طبعا الكود كبير قوي فانا مش عارف اشوفها فين. فالفكره عندك انك تطبق الستايل شيت ده. طبعا انا في اغلب الوقت مش بستخدم الستايل شيت بتاع البرنامج، انا مش بستخدم الحاجات اللي موجوده هنا دي غير قليل خالص، لكن ان شاء الله هنشوف الدروس الجايه ازاي بقدر ان انا اعمل الستايل براحتي. تعال نشوف كده ستايل بسيط انا كنت عامله كود ديزاين. ده ستايل شيت انا عامله بسيط كده عشان اشرح عليه الدروس الجايه. لو انا عملت كنترول ار دي الويندو بتاعتي، ده بوتون وده بوتون بستايل تاني وده بوتون بستايل تالت وده بوتون اهو، ده بوتون بالستايل الرابع. انت عندك لاين اديت تكتب في اللي انت عاوزه. تمام اهو. وده عندك بروجرس بار باتنين ستايل مختلفين، وده عندك الدايل بستايل مختلف، وده كومبو بوكس، وده الراديو بوتون والتشيك بوكس. طبعا كنترولز زي ما قلت قبل كده كل كنترول يعني البوتون لما اجي اتكلم عنه هوري لك ستايلز كتيره ليه واعلمك ازاي تحمله ستايلز من الانترنت، كل كنترول كذلك. تمام كده درس النهارده خلص. درس الجاي ان شاء الله هشرح او هنتكلم عن السي اس اس علشان انت تبقى عارف ازاي هتكريت بعد كده، لان المره الجايه ان شاء الله هنعمل تشينج ستايل شيت وهنكتب احنا الكود ده بايدنا مش هنعمله من هنا. ان شاء الله في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.